جميع الأحداث والشخصيات الواردة في هذا المحتوى من وحي الخيال، ولا يروج لأي فكر أو فعل مذكور، وأي تشابه بينه وبين الواقع فهو من محض الصدفة البحتة. يعني مش قوي، شوية. بص يا ابني، انا عارف ان انت اللي قلبك على لسانك وانك حرفيا في ابتدائي، يعني مجرد طفل ما بتفهمش مشاعر التعاطف وكل اللي بيطلع منك براءة بلهاء. بس الله يخليك حاول قدر الامكان تحترم الناس اللي جايه ديت. مين اللي جايه يا بابا؟ ناس من عيلتك انت ما شفتهمش من زمان يمكن، او ما اعتقدش ان انت فاكرهم اصلا، لكن هم بيحبوك وانت كنت بتحبهم وانت صغير طب مش هم عيلتي يا بابا؟ اكيد يا ابني، مش محتاجه حد يوصيني على العيله يعني، متقلقش هيتم احترام وضبط ان هتتفاجئ. مش مطمن لك، شكلك محضر باراجراف قله قيمه والله. لا ما تقلقش بابا. بص انا عمري ما احب احرجك بصراحه طبعا، وبعدين انا بقالي حبه بتمرن على اني اتحكم في نفسي اكتر من كده. وشك ملخبط. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ انا حرفيا نسيب بنطلوني صح، بس قشطة يعني احنا عيلة يعني. تعال هنا يا بطل. يتم يا عم البس بنطلونك. يتم امر. انا مين؟ مش عارف، ادمن بيج فيسبوك يمكن مثلا. صح، المفروض ابقى طفل اخطل والحاجات. ما اعرفش يا ترى مين. يعني بجد مش عارفنا؟ والله ابدا، خلقة جديدة تماما يعني. انت مش متعلم يا ابني في المدرسة ولا ايه؟ يا حبيبي هزعل منك بجد، انت بتعرفنيش. ما تتفلق يا اسطى. اكيد فاكرك طبعا. كنت بتغير لي البامبرز كنت بشخ عليك اكيد يعني، الحاجات اللي دمها تقيل دي. ده انا مربيك يا ابني، ومرضعني باين عليك كده. ليه كده؟ مش فاكر شيء، مش فاكر خاله حبيبك خاله اللي كنت بتجري عليه وانت صغير، وكنت يلا انت كنت بتبقى ملط قدامي. يلا عندي شويه صور في القلب وانت كنت ملط. يلا هو ده ماما العجل بيهزر بيه. بس ليه بتقولي عليه ريحته وحشه يعني؟ ريحته مقبولة عامة بالنسبة للعجل، زي ما حضرتك ذكرتي في محادثة سابقة قبل 15 دقيقة بالظبط قبل ما هو ييجوا يعني. يا عمي ده عيل وبيها. لا اسمع الحوار يا خال، انت كنت بتخبط وكده، فماما كانت شايفة انعكاس كرشك من تحت عقب الباب، فبتقول يا خلك العجل اهو، بس يا رب يكون استحمى يعني. بصراحة ما عنديش فكرة ليه قالت كده، بس كريم ابن الخالة بيشرب سجاير. هقول لماما يا كريم بلاش تقول يا اسطى، والله دي اول مره والله يا اسطى، انا ما اعرفش ايه اللي يبقى في انا ايدي. مجرد طفل يا كريم يعني، ولد بريء جدا. جوجو جاجا والحاجات دي يعني، عمري ما اكذب واتبلى على حد. اصل يعني ليه هتبلى عليك؟ ليه هتبلى عليك يعني؟ انا في الاول وفي الاخر مجرد طفل، اكيد مش عاوز ابتزك بشويه فلوس مثلا يعني، لنقل 1000 جنيه. 1000 جنيه ليه يا عم؟ هي العلبه كلها اصلا ما جابتش 100 جنيه. السعر زادوا بقى 50. الحمد لله طلع موافق. لا يا اسطى بالله عليك ما تزودوش تاني فوق ال 50 بقى جنيه دي. 5700 جنيه. ما بحبش النقاشات. ايه ولا ايه؟ هتضربني ولا ايه؟ لا تعال اضربني عشان تبقى ابن الخالة كريم اللي اتقفش بيشرب مخدرات وبيشرب نسوان، وقريبه البريء اللطيف اللي بيقول جوجو جاجا دخل شافه، فكريم تخلص من الله يخرب بيتك. ايه الخيال ده يا اسطى؟ الكرتون لحس دماغك يا ابني ولا ايه؟ نسوان ايه ومخدرات؟ ما تحكمش على كتابتي القصصيه يعني، انا حرفيا طفل ما فهمش في الفساد قوي، ما اعرفش انتوا بتشربوا النسوان ولا بتتجوزوهم يعني، ولا هتشوف مني جنيه. انت مين هيصدق العبط ده؟ انت كويس ان انت اللي قفشتني يا عم. تفتكر لما لهم كده ويقفشوا معاك ولاعه وعلبة سجاير زي الصور اللي انا صورتها لك، وانت بتشد الشيشه وحط ضرب بوزك في الشيشه على القهوه من اسبوع شبه القرد، واضف على ذلك اني مجرد طفل بريء جوجو وجاجا، ممكن اطلع حالا اقول اقذر كلمه في العالم ومحدش هيحاسب، ونروح بعيد ليه؟ ثواني، ودنك معايا. فشخ. شفت؟ انا اقوى حد على الكوكب ده، ومش انت بوشك الاسود ده اللي هتقف قصادي. وشك الاسود ايه؟ لا
ايه ما فيش حد رقمه جحود وبيقول الكلمه دي في وش حد وخاصه قريبه يعني. هو مش اللي بيشرب سجاير بيبقى اسود يا عم؟ لا دي الرئه. الله يخرب بيتك انت هامل تعليمك وتبلدك على ابن خالتك. هتدفع يعني ولا زي الخبر يا عم على ايه؟ خد اشتعت نفس بقى. يعني كل الفيلم ده والاستشراع عشان تاخد نفس؟ طب ما تقول يا عم، ده انت طلعت صباح الفوق، انت بتشرب اصلا؟ تفريحي كده في الحمام بتاع المدرسه الابتدائي بتاعتنا. طب يا عم احلى مثال. ابن الخالة كريم اللي شرب قريب الطفل البريء جوجو كاكا مخدرة 750 جنيه تانيين عشان ما بوظلكش مستقبلك. انا عارف ان انت متقدم لواحدة قريبتنا وابوها بيمقت السجاير. هي يمقت يعني بيكره صح؟ صح. يمقت السجاير وشاربين السجاير. تفتكر لما اوريله الصورة وانت ضارب بوزك في الشيشة؟ ايه سر حبك في الصورة دي؟ انت كان ممكن تصورني من شوية وانا بشرب سجاير في مطبخكم، كان يعني كنت هتعمل دمج اعلى بكتير من صورة الشيشة. يعني حرفيا ابوه بيشرب شيشة هو كمان، لكن بيمقت السجاير. انا مش فاهم مين الراجل الغريب ده وايه العيلة اللي انا بتقدم لها دي، بس او نصيب يعني. انا بناقشك ليه يا اسطى؟ انت 750 جنيه. يلا علي يا محمد تلفزيون، البرنامج اللي بحبه اشتغل لخاه. نحقق أحلام الضعفاء في هذه المبادرة، ونشكر صص الفضائي لرعايته لهذه الحلقة. ومعانا أول رقم ونقول ألو. كده تليفونك بيرق. بس مش فاضي دلوقتي يا ابني، بتابع برنامج. شوف مين نديله فرصة يا جماعة، يمكن التليفون بعيد عنه. معرفش، رقم غريب. هيكون من بيرن في وقت مهم زي ده يعني؟ ده محمد رمضان بيرن على أول زبون اهو. أو يمكن حد من الأهل محذره ما يردش على أرقام غريبة، ولكن ننتظر. مش بيبطل رن يا جدو، ممكن حاجة مهمة. طيب هات بسرعة. أيوة ألو. السلام عليكم، رمضان كريم. مين معايا؟ رمضان كريم. يا عم تعايل بيعاكس جدك، الله يخرب. مش مشكلة، نديله فرصة تانية، يمكن ما يعرفش. نرن مرة تانية. الحقيقة اللي في العبيط قفل في وش محمد رمضان السكة وهو عاوز يكسبه 200,000 جنيه. الناس يلا متسرعة جدا. فعلا ضيف عبيط قوي من الآخر يعني. ايه شوف مين يا عم اللي بيرن، مش ناقصاك حبكة مصر كلها ترمضن عليا دلوقتي. نفس الرقم يا جدو. لا بقى دي قلة ذوق وغباوة. انت يا ابني مين معايا يا ابني؟ مش وقتك دلوقتي خالص. ازيك يا حاج؟ رمضان كريم عليك. برضه هيقعد يقول لي رمضان يا سيدي الله يكرمك، انجز قول لي انت مين. انا محمد رمضان يا حاج. يا سيدي اهلا وسهلا، انا ليونيل ميسي اهلا وسهلا. والله العظيم انا محمد رمضان. جدو ده حرفيا محمد رمضان بجد. ايوه هو انا اي حد يكلمني وقال ان محمد رمضان نصدقه يعني؟ يا جدو على التلفزيون، وانت يعني بص على التلفزيون وانت هتعرف انه محمد. بس اسكت انت انا عارف الاشكال الزباله دي كويس. والله العظيم انا محمد رمضان اللي مثلت في جعفر العمدة ومسلسلات تانية كتير. يعني لو في حد اتصل عليا من البنك المركزي وقال لي انه من البنك المركزي وطلبت منه اماره، قام باعت لي صوره البنك المركزي وحلف يبقى صادق. يا جدو ده محمد رمضان، بص على التلفزيون. بس يا دي اللي انت كمان هتاكلوا دماغنا. يا جدو والله انت اهو وصورتك على الشاشه اهي ورقم تليفونك جنبه. اسمع يا سي محمد رمضان، لو اتصلت عليا تاني هقل ادب عليك. خليني اعرف اتفرج على التليفون اللي مش مصدق محمد رمضان ان محمد رمضان ما هيضيع على نفسه 200,000 جنيه دلوقتي. يا جدو الطيف العبيط ده انت. صوتك يا ابني، خلينا نشوف مين اللي هيكسب. مش مشكلة، التالتة ثابتة وهنرن الاخر مرة، يمكن حظنا يصيب. والله يا محمد رمضان ده جدع وابن ناس، بس الناس لو بتتبطل تتسرع في احكامها كده الدنيا كانت هتبقى بخير بالله. تليفونك بيرن يا جد. مين؟ نفس الرقم. لا طب هات، انا جبت اخر من الاشكال. اسمع يا اللي عامل لي فيها محمد رمضان، انا لساني طول وهخليك تبيع العده من الشفاله اللي انا هقولها لك دي. انت اتصلت تاني هعرف مكانك فين واديك بالجزمه. انا محمد رمضان يا حاج، رمضان كريم عليك. برضه هيقعد يقول لي محمد رمضان. مفيش العيله هتفضل فقيره. طب يا حاج سيبك، انا محمد رمضان ولا مش محمد؟ تحب تكسب معانا 200,000 جنيه؟ مش عليا يا حبيبي الجو الهنكرز ده، انا فاهم الشباب السافر العطل بتوع اليومين دول. خدني على قد عقلي يا حاج، وعايزك تفتح قناة صاصي إليان دلوقتي على الشاشة وتبص تخمن مين المشهور. ما يا عم لو مشيت معاك هتخرس وتسيبنا نتفرج على البرنامج والضيف العبيط اللي هيضيع على نفسه فرصة الفوز ب 200,000 جنيه. ايوه يا حاج، شايف الصورة؟ شايفها. طيب لو عرفت اللي في الصورة مش هتصل بيك تاني ابدا، وهتكسب معانا 200,000 جنيه. لا صعبة دي، صعبة موت. جدو ده تامر حسني. لا تامر عنده عينين 2 مش واحدة، انا متأكد. خليك انت في الجيل البايظ بتاعك، انا الجيل قديم، انا بتفرج على السينما من زمان. طب يا اخي مفيش اختيارات؟ اختيارات طبعا يا حاج،
منى زكي ولا كريستيانو رونالدو ولا قرص عجوة ولا الفنان تامر حسني؟ بص يعني هو مستحيل تكون منى زكي عشان دي مش تسريحة شعرها، هي بين كريستيانو وقرصة العجوة. جدو ده تامر حسني، جدو والله هتضيع على نفسك 200. بس يلا اسكت، يلا مش فاهمك انت في الفن. بص هو انا شاكك انها قرص العجوة، يعني نفس اللون. متأكد يا حاج؟ هتجنن هتجنن. لا 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 انت بتلعب على انا ولا ده انا سايع. يلا لا يا باشا هغير اجابتي، انا كنت عامل فيها مش فاهم عشان اختبرك. الحمد لله خير ما طلعش غبي يعني. مش معقولة العيلة كلها تكون هيا منى زكي. آخر كلام يا حاج؟ اخر كلام بإذن الله. للأسف إجابة خاطئة يا حاج، وشكرا ليك على المشاركة. جدو انت كان معروض عليك تشتري اسكندريه مثلا و5 قصور بباريزه وانت رفضت؟ ياه فكرتني يا ابني بايام. رفضت طبعا، رحت اشتري لي علبه كشري ورز بلبن بلاش، كلام فارغ. القرش وقتها كان له قيمه. عايز ايه؟ هات سيجاره، هات مخدرات، اي حاجه تنسيني ان الراجل اللي بره ده جدي بالله عليك. انت ايه اللي عملته بره ده؟ دول عيلتك على فكره، يعني حركتني واحرجت الناس معاك ومحدش قايل لك حاجه عشان انت طفل. انا عارف يا بابا والله، يعني ما كنتش اقصد، كنت بحاول اتعرف عليهم مش اكتر. بس عيله ده لما قلت لي عيلتي واللي بتحبك ما كنتش متوقع اسمع الكلام اللي سمعته ده. عيلة ايه يا بابا؟ خال بيتكلم على عم، وعم مش عايز الخير لا ليا ولا ليك ولا الماما، والتاني مش عايز خير للتالت، وبنت عم بتطلع كلام على ست بيت التانية، والتالتة بتحشر في مناخيرها في اللي ملهاش لازمة. الكلام ده يا بابا لو في الشارع والله الناس تتكذف تعمله ببعضها. مش مكتوب عليا ان انا احترمه مجرد ان هو قريبي. على فكرة ممكن يكون قريبي ده قليل الذوق جدا. يا حبيبي طبيعي في الأول وفي الآخر دول بشر. انا غلطت اكون على طبيعتي يا بابا يكرهوني، بس انا مش قادر، بحاول ابقى ناضج وكده. إذا ما حبوكش على طبيعتك يبقى ما يستاهلوش حبك من الأول. أنا ما قلتلكش تغير من نفسك، أنا كنت بس بقولك تحاول تبقى صريح بس بطريقة لطيفة شوية. انا اسف يا بابا، ما اقصدش حاجة والله، انا بحبك انت وماما يعني. لما بتدوني مصح حصل خير. عايزك تيجي معايا تكمل القعدة وما تخافش، كون على طبيعتك. كده كلهم عارفين انك في ابتدائي. بجد يا بابا؟ ايوه دول اهلك، بغض النظر عن اللي هم بيعملوه. لو ما استحملوكش مين هيستحملك؟ بس خليك طيب. كريم بيشرب سجاير ويشربني معاه. جدو انت مش بتشوف وغبي مع احترامي لحضرتك. خالو حاول تبطل تاكل ورث ماما بقى. انا محرج جدا منكم يا جماعه، بس ده ابني ما يقصدش حاجه، هو بيحبكم زي ما انتوا بتحبوه بالظبط. هو ده حب؟ ده اللي التربيه بقول ذوق. حاول تخس شويه يعني، كفايه اكل ورق.